واخيرا الصفقه اللي العالم كله كان مستنيها، ترينت الكسندر ارنولد راح ريال مدريد. يا ترى احنا جايبين الكلام ده منين وايه تفاصيل الخبر ده؟ تعالى معايا وانا اقول لك بالظبط ايه اللي حصل. الكلام كان كتير الفترة اللي فاتت على ان الكسندر ارنولد رايح ريال مدريد، وان الصفقة اللي عوض كارفاخال، خصوصا ان كارفاخال كبر وفاسكيز مش على قد المستوى، زائد ان ارنولد اساسا لسه صغير. يعني ارنولد يقدر يلعب 10 سنين كاملين مع ريال مدريد مفيش مشكلة، غير ان هو ظهير هجومي قوي، فريال مدريد محتاج حد بالفعالية الهجومية دي لان الناحية اليمين عنده ضايعة. فالمهم، الكسندر ارنولد كان في كلام فعلا وتواصل بينه وبين ريال مدريد من بدري، لكن اللي حسم الصفقه دي هو وجود جود بيلينجهام معاه في المعسكر الاخير اللي ميل دماغه على الاخر وخلى فيه مفاوضات جديه. الاثنين انجليز، الاثنين عايزين يلعبوا جنب بعض، بيلعبوا في منتخب انجلترا، والاثنين عايزين يلعبوا مع بعض في ريال مدريد، خصوصا ان ارنولد ميوله في اسبانيا هي تشجيع ريال مدريد، لان اساسا اول بوست ليه على الانستجرام هو ملعب سانتياغو برنابيو. اساسا ده بيدل ان هو انتمائه الداخلي بعد ليفربول هو ريال مدريد، رغم انه من مدينة اصلا ليفربول. فهل الايام القادمة تشهد التوقيع؟ اكيد اكيد اكيد، لان حسب فابريزيو رومانو من اقوى المصادر في التاريخ مش في العالم بس، قال لك ان الصفقه في الفاينل ستيج في المرحله الاخيره، ان خلاص ارنولد يا دوبك هيروح يمضي ويستلم التيشيرت بس، وهو كده كده فري وباقي في عقده بالظبط 3 شهور ويروح يلعب هناك في الصيف المقبل. المهم ان ارنولد هيلعب مكان كارفاخال، وكارفاخال ممكن يتحول للعيب دكه او يشوف له نادي تاني. كارفاخال اللي كان بادئ حياته في باير ليفركوزن قبل ان ينتقل لريال مدريد، وبيعيش معاه سنين مذهله لحد وقت الاصابه، لان هو السنه اللي فاتت اصلا كان مرشح للبالون دور من كتر قوته الهجوميه والدفاعيه مع ريال مدريد اللي خلته ياخد دوري الابطال وكمان الليجا، زائد ان هم خد مع اسبانيا اليورو نفسها. الكسندر ارنولد صفقه مش مفاجاه خالص، لكن ما توقعناش ان ليفربول هيفشل في التجديد معاه، خصوصا ان هو معتمدين ان هو واحد من ولاد النادي اصلا. يعني كده ترينت الكسندر ارنولد في ريال مدريد. انا عايز اعرف رايك في الصفقه دي. انا شايفها صفقه ممتازه لريال مدريد، بتسد احتياج هام عنده وهو ناحية الظهير الأيمن. فأنا برضو مستني رأيك، هل أنت بتوافقني ولا أنت كنت شايف إن مثلا كان في اختيار أحسن زي فريمبونج أو أي حد؟ فلو عندك رأي تاني يا ريت تسيبولي في الكومنتات، وما تنساش تعمل صح لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.